طلع لهم من تحت تقطيع الأرض وعمل لهم مش نيولوك واحد ولا اتنين ولا حتى تلاتة، ده عمل لهم شوية نيولوكات، وكل نيولوك بكام غنوة جامدة جحدة. ولما طلبوا يتصوروا معاه مش هتتخيل عمل معاهم ايه. فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل حفلة محمد رمضان نمبر 1 في الهرم. محمد رمضان كتب لروحه تاريخ جديد لما راح وعمل لأول مرة في حياته حفلة في أهرامات الجيزة، وده بعد ما عمل حفلات في كل مكان في العالم سواء جوه مصر أو براها، وده عشان يحقق أمنية كانت مهمة قوي بالنسبة له. نمبر 1 طلع ذكي كعادته وراح شارك الجمهور بتاعه كل البروفات اللي عملها عشان الحفلة دي بالذات. ولما جه ميعاد ظهوره للجمهور في أول الحفلة عمل لهم مفاجأة خيالية وطلع لهم من تحت تقطيع الأرض فعلا، وده بعد ما خرج من تحت أرض المسرح من أسفل لوح إزاز، وساعتها فضل يرقص من تحت لوح الإزاز والناس قاعدة تصوره وهو مبسوط. وظهر كمان محمد رمضان وهو لابس طقم اسود كامل عبارة عن بنطلون وجاكيت لايف فيست، وكان وقتها وراه في الخلفية كلمة سمر، واتضح بقى ان ده رمز رعاية الاهلي سبور. وبعدها ظهر محمد رمضان بنيو لوك جديد وكان عبارة عن جاكيت احمر ورمادي، وبعدها اطلالة جديدة عبارة عن بنطلون اسود وجاكيت بنفسجي وبطنه كانت مكشوفة. الغريب بقى انه قبل ما تبدأ الحفلة شغلوا الدي جي مجموعة من اغاني الهضبة عمرو دياب وما شغلوش اغاني نمبر 1، وده طبعا لانه هو اللي هيغني الاغاني مباشرة بصوته. والجميل بقى ان الجمهور كان ملعلع مع رمضان وهو كان بياخد منهم الفونات وكمان يتصور معاهم سيلفي، وطلع طفل صغير رقص معاه على المسرح. اما بقى الديكور فكان مميز جدا وواضح كده ان مصروف عليه فلوس كتير قوي، كان عبارة عن ستاير بتطير في الهوا والمكان كان واسع قوي عشان يستقبل الناس اللي حضروا من كل مكان في مصر عشان يحضروا حفلة نمبر 1 بالرغم من الحر الشديد بتاع اليوم. لكن الجميل فعلا ان الحفلة عدت في سلام من غير اي ازمات، وعرف نمبر 1 يحقق امله انه يعمل حفلة في اهرامات الجيزة زي كل النجوم الكبار وكمان العالميين ما عملوا. ويعتبر نمبر 1 الفترة الأخيرة محقق نجاحات فظيعة في مسألة إحياء الحفلات المهمة بصفة عامة، وخصوصا بقى بعد ما عمل حفلة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي، وخرجت الحفلة بمظهر رائع وناجح، وده بعد تصميم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إن محمد رمضان نمبر 1 هو اللي يحيي الحفلة بنفسه وتحديدا من بين كل فنانين مصر. وده إن دل على شيء فهيدل على ذكاء محمد رمضان في تحديد أهدافه وخطواته المستقبلية، وإنه دايما بيدور على الشيء اللي ناقصه واللي ممكن يتحط في السي في بتاعه وكمان يعمله إضافة جديدة ومميزة. وفي النهاية بقى شاركونا انتوا كمان برأيكم في التعليقات وقولوا لنا تفتكروا ايه الخطوة الجديدة اللي ممكن يكون محمد رمضان بيخطط ليها من دلوقتي. اكتبوا لنا بقى رأيكم في التعليقات.